النتيجه ديال المنتخب غدا المغربي ان شاء الله بجوج باش غنربحوا ان شاء الله. شكون غيمارك؟ وكلهم فيهم الخير، 11 لاعب كلها فيها الخير ان شاء الله. انا نقدر نتفرج في القهوه. تنبغي نقول لهم قدموا داك الشيء اللي عندكم مثلا بيني وبينكم، راه كل شيء المغاربه تيتسناو لكم، لا في الباديه لا في العالم القروي لا في الجبال لا في كل شيء تيتسناوكم انكم تفرحوا الشعب المغربي بالدم بالدم. تقول الوليد الركراكي؟ الوليد الركراكي تنقول ليه الشكر ليك، وان مثلا بيني وبينك تنثيقوا فيك، ومازال مثلا بيني وبينك المغاربه تيتسناو فيك العداد في الجبال في الدواوير في المناطق المغربيه من طنجه للقويره تيتسناوك باش تفرحهم غدا ان شاء الله. والو دابا المنتخب الربح حاليا في الدواوير، تنتكلم هاتفا دابا في الاجبال في الجبال في الدواور دكاله عبده شاويه كلهم حاليا دابا اننا غدا ال 11 يتسناو موعدنا ال 11 ان شاء الله. كنتمنى الانتصار للمنتخب المغربي، وعنده من المؤهلات سواء يعني التقنيه بالنسبه للاعبين ولاعبين في المستوى، ممكن ان ننتصروا بكل اريحيه الى لعبوا برجوليه بدون اخطاء، لان المشكل ديال ماشي المنتخب المغربي بل المنتخبات العربيه والافريقيه هي الاخطاء اللي كيرتكبوها في المونديال في المقابلات مع مع اوروبيا اللي كيكون عندها واحد الصيت وكيكون عندها واحد الرتبه مشهوره مثلا. والدليل على ذلك ان جل المنتخبات الافريقيه فهي كتخرج باخطاء من الدور الاول او الدور الثاني غاب اخطاء ديال اللاعبين، سواء ضياع ضربه جزاء او اهداء ضربه جزاء الى اخره. النتيجه انا كنتمنى تكون 2-1 ولا 1-0 للمنتخب المغربي. اوكي، انا نبدا لك من الماتش الاميكال اللي لعبت المنتخب مع واخا ربحنا جورجيا كانوا عندنا مشاكل في الميليو، فانا ماشي من اهل الاختصاص ولا انا كمتتبع من البعيد كتشوف واللي كتشوف تتفرج انك لعبتي كره شويه تفرجتي تتفهم شويه، تنقولوش حنا اختصاصيين ولا زيكسبير. كان عندنا مشكل في الكره ما كتخرجش من الميليو، ما كنعرفوش نخرجوها، فواحد الوقيته لعبنا جو ديريكت فهمتي. وماتش اميكال ديال جورجيا الا صلح وليد الركراكي دوك الاغلاط اللي كاينين نقدروا نوقفوا ند لكرواتيا، وكرواتيا ما ساهلاش وفريق اوروبي زايد فيناليست ديال 2018 وعندهم لعابه تيلعبوا في فرق كبار في الاوروب، حتى حنا عندنا لعابه فرق كبار تيلعبوا في الاوروب، ولكن الفرق اللي بيننا وبينهم واش غنلعبوا كجروب ولا كنتسناو شي حل من شي لعاب يا زياش يا بوفال، وهذا غيكون مشكل حيت السعوديه اليوم عطات الدرس للعالم الفراقي ديال العرب، عطات الدرس لقطر اللي لعبوا كونتر الاكوادور، اللي الاكوادور ما يمكنش تقارنها مع الارجنتين، عطات الدرس انه حتى حاجه مستحيله لعبتي اون جروب وتقاتلتي وكانت عندك لا كونديسيون فيزيك، حيت السعوديه 2 فرص راه ماركاو منهم، نقدر نقولوا 3 ميم با 3 فرص ماركاو منهم 2 بيوت. واللي صنع الفرق انا منيش في بروميير ميط انا كنقول غيساليو ب5 ولا 6 حيت كانوا 3 بيت كانوا اورجو صافي، راه دوزيام ميط راه كلاوهم صافي. ولكن هنا فين تيبان لك المدرب، هنا فين تيبان لك لا موتيفاسيون ديال المدرب، وهنا فين تتبان لك حتى ان رونار تيخدم على الكونديسيون فيزيك حتى مني كان معنا في المغرب. والبريسينغ راه باش خنقوا الارجنتين هو البريسينغ وما عيوش، راه كانوا ممكن يلعبوا 120 دقيقه وما يساليوش ويبقاو لاعبين. بالنسبه للحظوظ انا ما غاديش نزوق الهضره ونتفائل ولا نتشائم، كنقول انا الماتش الاول هو اللي كلشي. لعبتي الماتش الاول لعبتي بروح قتاليه وتعادلتي مثلا ولا ربحتي، الماتشات الاخرين تيتلعبوا غتلعبهم بواحد العقليه اخرى وبواحد الموتيفاسيون اخرى، حيت الماتش الاول هو اللي كيحل لك الباب. كنتمنى ان غدا كرواتيا ما يكونوش في نهارهم والمنتخب يكون واقف مزيان، حيت ما بغيناش اغلاط، حيت الا وقعوا اغلاط مع فرقه كبيره بحال هذه ما غيعطلوكش، حيت كومبيتيسيون ديال المونديال ماشي هي ديال كوب دافريك، كاين فرق كبير ولعابه واللاعب الاوروبي ماشي هو اللاعب العربي. هادشي اللي كاين. كنتمنى غدا يكونوا واقفين مزيان، لا ديفونس عندنا راه فيه مشكل والميليو فيه مشكل، ما تنخرجوش كره ومشكل لان حنا المغاربه كنشوفوا غير دوك الجزئيات الصغار، ان العاب مثلا بوفال يقدر يصنع لك الفرق، وهذه راه كيكونوا ماتشات بعض المرات كيكون شي ماتش مسدود ما تقدرش توصل البوطو، ولكن اللي كيوصلك البوطو هو الفرقه كامله، لي زيلي لي زاريير كيكونوا معاك، حيت الجروب هو اللي كيدير الفرق.
وشفنا اليوم راه ميسي كان كونتر سميتو لعب ضد السعوديه، راه ميسي راه احسن لاعب في العالم، ولكن راه ما قدرش يدير الفرق. ما يمكنش تصفق بوحدك. هادشي اللي طرا اليوم، وهذا درس كنتمنى يكونوا اللعابه ديال المغرب وديال العرب اللي مشاركين في المونديال تفرجوا فيه، حيت السعوديه قدمت درس للعالم اللي قبل ما يبدا الماتش اللي كيقول لك الناس ما كاينش شي واحد يقول لك السعوديه غتربح، لا في الورق كلشي كيقول لك ان الارجنتين غتربح بالسكور. وانا هذا العبد ضعيف كان تيتفرج قال دوزيام ميطا غيكونوا غيساليو بشي 5 ولا 6 بالخصوص ملي تماركاو دوك 3 بيت ديال لورجو صافي. ما تنسوش باش يوصلكم ديما جديد فيديوهات جناح تيفي، تابوناو معنا في قناة يوتيوب وفعلوا الجرس.